البرواز ده من الخلية دي كانت قوية، بس احنا خدنا منها نحل. خدنا منها برواز كتير وعملنا كام طرد وقوينا خلي ضعيف وحاجات زي كده. دي من ضمن الخلي اللي كانت قوية اللي كنا بنشتغل منها. الملكة بتاعتها اتنقلت في طرد وطلعنا ملكات تانية. من ساعتها هي ما قبلتش الملكات، دخلنا عليها اكتر من ملكة، هي ما قبلتش الملكات. وعلشان كده طبعا يعني حتى لما دخلنا اكتر من ملكة مفيش فايدة، فبيموتوا الملكة. ولقينا العيون اللي موجودة عيون اهي، كل دي عيون ذكور، كل دي عيون ذكور بتبقى اكبر من العيون اللي في البرواز الناحية التانية اللي هي بتاع الايه الشغالة العادية. تكتلات اهي عادي واقفة على العيون بتاعة الذكور. خلاص، فدي طبعا كده اسمها ايه الخلية دي بقى الملكة اللي فيها مكدبة، يعني مفيش فيها ملكة، بس بعض الشغالات بياخد الصفات بتاعة الملكة وتبدأ تضع بيض غير مخصب. البيض الغير مخصب ده بيطلع ذكور، يعني ما يطلعش شغالات إناث يعني. فعشان كده الطرد ده اللي هو كان مفروض كان خلية الأول وأصبح طرد دلوقتي، احنا نتخلص من عشان كده كل شوية يحطوا عيون اهي ملكات، وبعد كده تطلع الملكة يروحوا مقتلينها وما يسمحوش ليها انها تمارس عملها، لان بيبقى اكتر من شغالة خدت الصفة ديت. وبالتالي الخلية دي ليها طريقة في المعاملة. الطرد ده هي مش خلية كبيرة دلوقتي، هي اصبحت طرد، هي ليها طريقة في المعاملة. احنا هنعمل فيها ايه؟ هنيجي كده هنجيب البرواز برواز حتى لو فيها 10 براويز، بنيجي على شوال زي ده احنا فرشناه اهو، وبننقط البرواز كده في الارض. خلاص، هنجيب البرواز التاني برضه اهو، اهو هننقطه كده اهو، ماشي. هنجيب البرواز التالت هننقطه برضه في الارض على الشوال نفسه اهو، ونبدأ نرص ايه البراويز داخل الخلية. ماشي، هنرص البراويز تاني في الخلية. هنبص من قدام الخلية، تعالى هنا قدام الخلية كده، بص النحل بدأ ايه صور، النحل بدأ يجي اهو بيطير من هنا. صور استاذ عبده، النحل بدأ يطير من على الشوال من هنا اهو، اهو في نحل كتير اهو موجود اهو، ماشي. النحل كل اللي هيفضل هنا ده هنقتله في الاخر، هيتقتل في الاخر، لان التقيل النحل التقيل مش هيطلع، النحل الخفيف هو اللي داخل على الخلية بتاعتنا اهي دلوقتي اهو بيطير حواليها اهو. ودي اسلم طريقة ان احنا نعرف نتخلص من الامهات الكاذبة او الملكات الكاذبة اللي بتدمر الخلية. احنا شايفين النحل دلوقتي بيجي على الخلية اهو بيجمع، وكل ده هيدخل داخل ايه الصندوق من الداخل. الباقي اللي هو مركون هنا ده كله، ده الكمية اللي موجودة الكبيرة دي كلها، ماشي، هنديها كمان حوالي 5 دقايق. اللي هيطير منها ويدخل الخلية يبقى ده نحل عادي، شغالات مش واخدة دور الأم الكاذبة. خلاص، عشان احنا لاقيين لحد دلوقتي في بيجي على الخلية. التقيل اللي موجود على الشوال ده هيبقى دي أمهات كاذبة، فبتبقى شايلة كميات كبيرة من البيض، فعشان كده بتبقى تقيلة ما بتقدرش تتحرك بسهولة. هنتخلص منهم بعد كده، نقلب الشوال عليهم ونموتهم، وبكده بقى احنا خلصنا من الأمهات الكاذبة أو الملكات الكاذبة. وندخل على الخلية برواز أو بروازين كمان بيهم نحل، أو ننطر عليهم بروازين نحل بحيث تبدأ تشتغل وتبقى قوية. وبعد كده
اللي هتعمل هي تطلع ملكة، او احنا هنجيب لها ملكة جديدة ان شاء الله. احنا شايفين اهو كل ده الى الان اهو قليل منه اللي بيطير، يعني كل دول واخدين الصفات بتاعة الايه الملكة. هنسيبهم 5 دقايق وبعد كده الباقي كله هيتقتل. ماشي. هنصور ان شاء الله استاذنا البشمهندس عبد الفتاح ابو نار. هم دول هم دول موازين الخليه. طب لو خلصنا من البيوت الذكور ديت، البيوت الذكور اللي هنا دي قبل ما تفتح ان شاء الله هنفتح احنا عليها. اللي في الخليه هنفتح احنا عليها. ايوه. وهنموتها. ده برواز برضه. أيوة. في كان خليه قبل كده احنا خرجناه، كل اللي فيه ده برضه بيوت ذكور اهو. ماشي. لا احنا خارجينه من كام يوم كده. وطبعا سيبناه. الحضنه اللي جوه اللي هتطلع ذكر خلاص ماتت انتهت. ماشي. شويه كده هنبدا ننزله تاني للخلي. النحل هينظف ويشيل كل اللي موجود ده ويبدا يحط ايه حضنه نظيفه ان شاء الله بحيث تطلع شغالات. هنكمل ان شاء الله، ولما نيجي نفعص النحل ده ونقتله هنصور لكم القطعه بتاعتها. كده احنا جبنا اول برواز اهو. بقول كده احنا جبنا لها البرواز الاولاني، في كميات عسل اهو حلوه فوق اهو. ماشي. كل ده كميات عسل اهو اهو. وده لسه ما قفلش، ده قفل اهو خلاص. طبعا شايفين ده المنظر اللي قدامنا. هركن البرواز عشان اعرف اصوره لكم واوريه لكم، ان انا ما معيش حد دلوقتي يصور. ده العسل اهو فوق. ماشي. هقلبه لكم كمان. ده فوق اهو جايب عسل. ده عسل مختوم. وده يرقة من تحته خلاص. ده البرواز اللي احنا جايبينه من الناحيتين اهو. العسل اهو. هننزل البرواز ده دلوقتي في قلب الخلية اللي احنا بنتخلص من النحل بتاعها، اللي هو عبارة عن شغالات وخدت دور افتراس. هنوسع كده من جوه عشان نحط برواز كمان هنا. هنجيبه دلوقتي ونحطه في الايه معانا هنا. ده برواز اهو برضو. نراعي ان هو ما يكونش فيه الملكة، علشان لو جت الملكة ممكن يكون فيه نحل في الصندوق لسه واخد صفات الملكة، فيقوم بايه بقتلها. هنشوف ونفحصه كويس البرواز ده ونشوف هل فيه ولا لا الملكة. مفهوش الملكة هننزله على طول في الصندوق اللي قدامنا. برضه هو فيه عسل اهو اهو. ماشي. طبعا في شغالات خرجت وفي شغالات لسه ما خرجتش، وفي عيون اتحط فيها يرقة عمر يوم صغير. هنقلب البرواز من الناحية التانية عشان نشوف هل في حاجة ولا لأ. الملكة هنا ولا لأ. واضح ان الملكة مش موجودة، فبالتالي احنا هننزل البرواز دلوقتي. هنسقط البرواز ده في الخلية اللي قدامنا اهو. هنيجي كده هنا
ونسقط البرواز اللي قدامنا في مكانه في الخلية. هو غالبا احنا بنمسك البرواز بس عشان انا ماسك الكاميرا في ايد والبرواز في ايد، وبحاول الف البرواز ماشي كده. هنحط هنا شايفين النحل على الايد اهو، على ضيق ماشي براحته، لان انا مش معايا المدخن كمان، المدخن بعيد دلوقتي عني، فانا هحاول اجيب المدخن عشان ادخن على الخلية دي دلوقتي. وبكده هنقفل الخلية وهننتظر اسبوع كمان ونشوف او اسبوعين، ونحاول ندخل لها ملكة ونشوف النحل هيقبل الملكة ولا لأ. كده احنا معانا الكمية اللي موجودة من النحلة اهي، كمية كبيرة برضو اهو اهو ماشي. دول لحد دلوقتي ما طروش، بقالهم اكتر من ربع ساعة اهو من ساعة ما خرجناهم من الخلية. هنقفل عليهم كده وهنقفل عليهم كده، وهنحاول بقى نموتهم ان احنا ندوس عليهم عشان ايه نخلص منهم، لان دول خلاص مش هينفعوا تاني للخلية. لو دخلنا البراويز في اي خلية تانية برضو هيعملوا معاهم نفس المشكلة، هيبوظوا الخلية ويقتلوا الملكة اللي موجودة، ويبدأوا يحطوا حضنات تطلع ذكور، وكده بيدمروا الخلية. يبقى خليتنا اهوت هنرجع لها، ويوم يومين هنحط لها تاني برواز او بروازين كمان. عايزين نوقف الخلية دي على رجلها ان شاء الله. ودي طريقة لما يكون في عندنا خلية خدت صفات وراثية للملكة الشغالات، ويبدأوا يحطوا بيض غير مخصب بيدمر الخلية، لأنها كل البيض ده بيطلع عبارة عن ذكور، والذكور بتدمر الخلية لأنها بتاكل المجهود اللي النحل بيعمله. بنشكركم، وإن شاء الله كل فيديو جديد هنلاقي معلومة جديدة، وإلى لقاء آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.